النهارده هافرجكوا على قوة موبايل وان بلس 15 من الداخل، ويمكن تتفاجئ قد ايه الموبايل ده معمول بذكاء. اول ما تفتح الموبايل هتلاقي الفريم المعدني متغطي بطبقة قوية شبه السيراميك كده، ملمسه ناعم وفي نفس الوقت يستحمل الصدمات والاتربة والمية. لما تخش جوه الموبايل هتلاقي الظهر معمول من خامة خفيفة وقوية في نفس الوقت، ومعاه جزء الكاميرات اللي ممسوك بلزق جامد وعوازل حرارية عشان يحافظوا على ثبات الكاميرات. بعدها هنلاقي ملف الشحن اللاسلكي ومستشعر اللمس من بعيد، ومعاه طبقات كتير من الجرافيت، ودي معمولة مخصوص عشان تسحب الحرارة وتوزعها بعيد عن المكونات الحساسة. أما عن البطارية هتلاقي هنا بطارية عملاقة 7300 ملي أمبير متقسمة لجزئين عشان تكون أسرع وأأمن في الشحن، ومعمولة بخليط يساعدها تشيل طاقة أكتر وتعيش أطول. ولما نوصل عند المنطقة اللي فيها المذر بورد هتلاقي 3 كاميرات جبارة، الأساسية والوايد أنجل والزوم، والأهم من كده إن عليهم تثبيت يمنع الاهتزاز. تحت الغطا بتاع المذر بورد هتلاقي طبقات حرارية كتير، نحاس وجرافيت ومعجون مخصوص، كل ده عشان المعالج القوي يفضل هادي ومش بيسخن. وكمان في غرفة تبريد كبيرة جدا ماشية تحت البطارية وتحت المذر بورد، ودي من أكبر الأسباب إن الموبايل ده بيستحمل شغل كتير من غير ما يسخن. وفي الآخر هتلاقي السماعات والهزاز والمايكات كلهم محطوط لهم جوانات مطاط زيادة للحماية ومنع الأتربة. باختصار الوان بلس 15 معمول من جوه بعقلية استغل كل نقطة وخلي الموبايل يعيش أكتر ويستحمل أكتر. في الآخر لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمني بلايك. سلام.